قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هذه المعية ليست شيئا هينا، الله معك وأنا معه إذا ذكرني. وفي حديث قدسي آخر قال الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ما دمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى فالله معك لن يتركك، بل فوق معيته لك الله يباهي بك. فما ظنك بي يعني بك وأنت تباهى في الملأ الأعلى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم جالسون في مجلس ذكر، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما من علينا به من نعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم غير هذا؟ فعلا مش قاعدين عشان حاجة تانية؟ قالوا: والله ما أجلسنا غير هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. اوعوا تظنوا أنه بس يعني أنا بأشكك في نيتكم، لا، أما إني لا أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني ليخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله أكبر، يباهي بكم الملائكة. أنت إنسان وأنت ذاكر، يباهى بك في معية الله. أنت تفعل فعلا هو من أعظم أعمال الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، في بعض الروايات وأرضاها عند مليككم. أنت بتعمل أكتر حاجة ترضي ربنا، وأرفعها في درجاتكم، ترفعك في درجات الجنة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله، إيه العمل العظيم اللي فوق كل ده؟ قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى، ذكر الله هذا يزيل الشقاء والهم، زي ما كان الشيخ السعدي يقول: عليك بذكر الله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا وجهرة يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد. يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد. كم من إنسان تيسرت أموره بسبب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كم من إنسان رزق المال الكثير بسبب كثرة الاستغفار. كم من إنسان لما لزم الذكر الله عز وجل فتح له من خيرات الدنيا والآخرة. وبعدين يا باشمهندس، احنا كنا لسه بنتكلم تأثير الذكر على القلوب، تأثير الذكر على النفوس، وأنه يقوي نفسيتك ويصلبها. لا، ده أنا ما قلتلكش تأثير الذكر على الجوارح، ماذا يفعل فيها. الجوارح تقوى